السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، مرحبا بكم مجددا في تعاونية الورة لتربية الأنابيب وإنتاج الأزولة. اليوم الإخوان في هذا الفيديو إن شاء الله حاب نتطرق ولا نهضر على واحد العدد ديال الأشياء اللي متعلقة بالأزولة، لسبب أنه في هذه الآونة الأخيرة كنت كنشاهد واحد العدد ديال المقاطع فيديوهات في اليوتيوب اللي كتنشر شي أفكار اللي يعني ماشي صحيحة. إشكال الحقيقة أنه يلا يعني يمكن يلا بادين في التجارب ديالهم وما عارفينش يعني واش هادوك الأفكار اللي كيقولوا ولا هادوك المعلومات اللي كيقولوا واش صحيحة ولا لا. بالنسبة للإخوان والأخوات، باش نحسموا في هاد واحد العدد ديال الأشياء اللي متعلقة بالأزولة، يعني ما يبقاوش يعني دوك الأفكار المتداولة. بالنسبة للإخوان الأخوات، الغبار هو خصو يكون قديم. هذه الحاجه الاولى، حيت علاش فيه الامونياك اللي كتاثر على الازوله. وبالنسبه للاخوان والاخوات اللي كيقولوا باللي الخنشه يعني لا عمرتيها بالغبار، مثلا بحال هذا النموذج هنا، هي عمرنا عليه، يعني راه كاينين واحد العدد ديال البلايص عمرناهم يعني درنا فيها الغبار وحطينا داكشي تما، راه ما كيأثرش نهائيا الاخوان والاخوات، بالعكس كيعطي الفعاليه بشويه بشويه. هذا ما كان غير الغبار خصو يكون قديم. وحاجه اخرى، ديك القضيه انه ياخذ الغبار ويخلطو بهذا بالتراب ويديرو في الماء، ماشي مشكل، ما فيه حتى اشكال، من غير انه خصو يكون قديم. خص الغبار يكون قديم وما تكونش فيه شي حاجه اللي غادي تقب لك الميكا باش تضيع لك الماء. هذا ما كان الاخوه والاخوات، والنتيجه راه باينه. وواحد البرودوي اللي مهم جدا، اللي بغى يستعملو يعاون به الازولا، كيكون يعني توب مزيان. حنا استعملناه في الكوبيراتيف في التعاونيه ديالتنا وعطى فعاليه كبيره كما كتشاهدوا. هو اللهم بارك الازولا مازال صغيره، هذه نيوليتيكا مازال صغيره، راه باقي يعني جايه بالجهد، اللهم بارك، وباينه راه غتعطي انتاجيه كثيره. هذا ما كان الاخوان والاخوات، ونتمنى ان شاء الله يعني تستافدوا من هذه المعلومات اللي كنشاركوا معكم. بالنسبه للسميه ديال البرودوي اللي كنستعمل، داك المنتوج هو بارتنر، راه ديجا وقيله لحت الصوره ديالته في واحد الفيديو اللي درتو نيت في يوتيوب، وفي الصفحه حتى هي ديال سلالات منتقات بعنايه. وكاينه عاوتاني واحد الصفحه اخرى ديال تعاونيه الوراره، راه فيها جميع الفيديوهات اللي كتبين طريقه الزراعه ديال الازولا وواحد العدد ديال الحوايج اللي متعلقين بالازولا. بالنسبه للاخوان والاخوات، واش الازولا اللي كيقولوا واش الازولا مزيانه بالنسبه يعني للبقر والغنم وكلشي، راه مزيانه. والمعز راه كتستعمل لكلشي الاخوان والاخوات، ما فيها حتى مشكل. الصغير خصك مثلا تحطها واحد شويه تقطر يعني ويحيد فيها داك الماء، وديك الساعه راه كتعطيها يعني الكسيبه ديالك، ماشي مشكل. هذا ما كان الاخوان والاخوات. اللي عنده يعني شي تساؤلات ولا اي حاجه فيما يخص هاد الازولا وكيفاش كتزرع واي حاجه اخرى، راه غادي يدخل غير لاشين يوتيوب، راه فيها جميع المعلومات. راه هضرت على كلشي، ما خليتش تقريبا يعني الماكسيموم راه هضرت عليه. طريقه الزراعه، شنو خاصك، نوعيه البلاستيك، الفيل اللي غتستعمل في الفوق باش تنقص عليها الحراره، يعني التركيبه اللي غتستعمل مثلا باش تنتج الازولا يعني في التغذيه ديالها. الغبار خصك غير جوج حوايج الاخوان واخوات، غير الغبار يكون قديم، وهاد البارتنر راه مزيان ليها. وبالنسبه للحموضه ملي كطلع في الماء راه كتنزلها باسيد فوسفوريك. هذا ما كان لاسيديتي ديال الماء خصو يكون ما بين 7 8 هكاك، كيكون مزيان، كتنتج فيه الازولا مخيره. هذا ما كان الاخوان والاخوات، اللهم يسر. اللي عنده الملوحه في الماء راه غادي ينزلها بهذاك باسيد فوسفوريك. كنظن راه قلت تقريبا كلشي. وبالنسبه كما قلنا راه اللهم بارك الانتاجيه راه واضحه باينه، يعني الانتاجيه ديال الازول اللهم بارك يعني عطيها انتاجيه كثيره. وغادي نوري لكم بلاصه اخرى ان شاء الله. هما الاخوان يعني راه ما داكشي ما كيأثرش كاع على الازوله نهائيا، غير اللي بغى يعطي معلومه غلطه وصافي الاخوان والاخوات. بالنسبه للطراب راه كاينين لباسان بلاصه جديده اللي صايبناها،
وما درناش ليها الطراب كاع نهائيا. خدمنا ديريكت يعني ديريكتومون بالخناشي، وخدمنا بهذا، خدمنا ببارتنر. يعني راه عطى فعاليه وعطى يعني نتيجه مزيانه. اللهم يسر. هذا ما كان الاخوان والاخوات، واللهم يسر ولا تعسر. ونتمنى لكم نهاركم مبروك ان شاء الله، والسعاده في حياتكم. واللي بغى شي معلومه راه غادي يحصل عليها ان شاء الله، يعني غير يتواصل معنا. فيما يخص الازولا راه يعني كنبيعوها في جميع المدن المغربيه، ولله الحمد راه وصلنا دابا واحد العدد ديال لي كليون تقريبا. الى ما وصلنا راه غنوصلوا ل1000 كليان تقريبا اللي خدا من عندنا الازولا. بالنسبه للبيمون راه كيكون دافونس كما كنقول دائما، كتكونفيرمي الكوموند ديالك وكنصيفطو عليك. بالنسبه فين كنصيفطو ليك الكوموند ديالك، يا اما في الكار الا كنتي في شي بلاصه اللي ما يمكنش تمشي تجيبو في لاجونس، الا عندك الامكانيه تمشي تجيبو في لاجونس راه كنصيفطو في السي تي ام ولا الغزاله، يعني الوكاله ديال الغزاله ولا الوكاله ديال السي تي ام. هادو هما الطرق اللي مزيانين. وما كنصيفطوش مع هاد الشركات لا ليفريزون، حيت علاش؟ الاشكاليه انهم راه كيخليو داك السلعه، كتعطيهم السلعه كيحطوها في ستوك حتى كتخسر، كيحطوها تما وكيتسناو باش يجيبوا مثلا لي كوموند اخرين ديال ديك المدينه مثلا، عاد كيجمعوا لي كوموند كاملين مثلا في الاخر ديال السيمانه وكيوزعوا. حنا ما خدامش لينا ديك القضيه، ما خداماش لينا نهائيا. هذا ما كان داكشي علاش كنصيفطوا في الغزاله. ونتمنى لكم نهاركم مبروك ان شاء الله، والتيسير في حياتكم.